بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين المحترمين على اليوتيوب. بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضلا وليس امر نشترك في القناة بعد اذن حضراتكم. كوارث نادي الزمالك تتوالى، كل يوم كارثة جديدة، كل يوم مشكلة جديدة، كل يوم ايقاف جديد. لسادس مرة على التوالي ايقاف قيد لنادي الزمالك. تمام. ايقاف قيد جديد لنادي الزمالك، هو المتسبب فيه او هو السبب فيه يعني لاعب نادي الزمالك السابق فرجاني ساسي. فرجاني ساسي ده اللي هو كان يعني يا جماعه معلش، يعني كان بيكلم وبيعاتب اشرف بن شرقي عشان راح لعب للنادي الاهلي. تمام. ومش عارف ايه، ومش فاكر بالظبط هو يعني قال له ايه. تمام. ولكن انا فاكر ان كانت فيه رساله عتاب من فرجاني ساسي عشان خاطر بن شرقي راح لعب لصفوف النادي الاهلي. والحقيقه يا ابني والله انت يعني هي دي نفسنا منك عشان النادي الاهلي ما فكرش فيك، النادي الاهلي ما سالش فيك، انت زيك زيه. لو الاهلي كان بعت لك عرض كنت هتروح. انتوا يعني معلش لعيبه محترفه، انت لا يفرق معاك اهلي وزمالك ولا هو يفرق معاه اهلي وزمالك، انت لاعب محترف. فبتروح للنادي اللي هيقدرك واللي هيديك يعني ايه ما تستحقه. تمام. فما تمثلش وما تعيش الدور ده. انت لو بتحب نادي الزمالك صحيح، تمام، لو انت فعلا بتحب نادي الزمالك صحيح ما كنتش عملت، يعني كنت على الاقل اتنزلت او كنت يعني كان في حبه صبر منك على نادي الزمالك. تمام. ما كنتش سببت في ايقاف السادس تمام على التوالي لنادي الزمالك. فما تمثلش وما تعملش الحوارات دي. والله يا جماعه اقسم بالله تونس ما انجبت غير علي معلول. تونس ما جابتش والله لاعب في الدوري المصري غير علي معلول، ولا فرجاني ساسي ولا فرجاني فاحي ولا الكلام ده كله. تمام. فانت ما تمثلش يا ابني، انت تسببت في ايقاف قيد نادي الزمالك. تمام. هو مش الوحيد. تمام. ولكن انت يعني زدت يعني انت اكيد عارف اللي بيحصل يعني في الزمالك. فانت لو بتحب نادي الزمالك فعلا كنت على الاقل يعني كنت اتنازلت عن القضيه، كنت استنيت شويه. يعني مش انا اللي هقول لك. تمام. ولكن هو تمثيل، انت بتمثل ان انت بتحب نادي الزمالك. وبعدين يعني الناس فضلت تاكل في مولتو لما يعني في ناس جات لها امراض من كتر اكل المولتو بسبب عشان خاطر يجددوا لك. والست اللي باعت ذهبها عشان خاطر انت تجدد، الست اللي هي بتشجع نادي الزمالك. يعني الناس ما مش عارف الجماهير كانت هتعمل ايه. يعني الناس كانت ما قصرتش، جماهير ما قصرتش عشان انت تجدد، وفي الاخر شفت مصلحتك ومشيت. فما تمثلش وما تعيش الدور. تمام. انت اللي بتحب نادي الزمالك ولا حاجه، انت لاعب محترف زي اي لاعب محترف بيجي الدوري المصري يلعب لاي نادي. فاهم؟ تمام. فهي تونس ما جابتش غير علي معلول يا جماعه، قولا واحدا والله. السلام عليكم.